نجي نصححوا بعض المعلومات اللي كنا فاهمينها غلط. العقرب الى لدغاتك السم ديالها تقتلك، وهذه المعلومه غلط، لان اللدغه ديال اكثر العقارب سما ما كافيش باش يقتل شي انسان طبيعي، فتقدر تؤدي بحياه شي رضيع او شي رجل كبير في العمر او لا شي شخص مريض بالقلب، وهذا الشيء في حاله واحده فقط اللي هي الا ما خديناهمش المستشفى بسرعه. اما بالنسبه للمعظم اللي توفاو من بعد ما لدغاتهم عقرب فكيموتوا بسبب سكته قلبيه من شده خوفهم من الموقف فقط. يعني لازمنا نحاولوا نضبطوا اعصابنا في بحال هذه المواقف اللي طحنا فيهم. ندوزوا للمعلومه الثانيه اللي كلنا سمعناها من قبل واللي هي تعشى وتمشى. يعني كنا كنسمعوا انه فاش كضرب شي وليمه النيت لازمك تمشى باش تهضم، وهذه المعلومه غلط، وهذا الشيء بكل بساطه لان الحركه كتقلل من وصول الدم للجهاز الهضمي، ولهذا غادي تكون غير كتبطأ في العمليه ديال الهضم فاش كتمشى مباشره من بعد الماكله. ثالثا القطط او المشاش عزيز عليهم يتغداو على الفئران، وهذه المعلومه غلط، لانه ببساطه القطط كياكلوا الفئران غير الى اضطروا، يعني كياكلوا الفئران فقط الى ما لقاوش البديل ولا كنتي مربيهم وخليتيهم بالجوع، وهما بصح دائما تتبعوهم وتقتلوهم، ولكن هذا الشيء فقط من باب التسليه واللعب ماشي الاكل. هنا معلومه في